حصل ايه لما لقيت الجرو السادس ورجعت الجنينه ما لقيتش ولا واحد من اخواته الخمسه موجودين. مش ببالغ لما اقول ان انا قعدت 4 ساعات بحاول ادور عليهم وارجعهم تاني مكانهم. بصوا العطش. المشهد اللي قصادكوا ده كان اليوم اللي بعده بعد ما لقيتهم الحمد لله، لان اليوم اللي قبله لما كنت بدور عليهم ما كنتش في وضع يسمح خالص ان انا اصور، لاني كنت حاسه بارهاق جسدي ونفسي وعقلي محدش ممكن يتخيله. اللي حصل ان الجراوي لما احنا مشينا عدوا الشارع ودخلوا وسط جراشات العمارات اللي قصاد الجنينه وتفرقوا كلهم، وقعدت انا وجيراني نلف على جراج وانزل ووطي تحت كل عربيه ونحاول نقنع البوابين يساعدونا، والم واحد في 2 في العربيه عندي لغايه ما اتبقى في الاخر كلبين. من كتر خوفهم قعدت معاهم ساعة بحالها بحاول ان انا اطلعهم من تحت العربية، والحقيقة في الاخر فقدت الامل واستودعت ربنا فيهم واخدت الباقي ورجعتهم تاني الجنينة، وروحت البيت وانا بدعي ربنا انه يحفظهم لاني بجد عملت اللي اقدر عليه وزيادة. لكن مش بس ده اللي حصل. اليوم اللي بعده نزلت البيت لقيتهم تحت البيت ولمتهم للمرة الثالثة وخدتهم حطيتهم تاني في الجنينة، بس المرة دي قعدت وقت اطول معاهم وحطيت لهم اكل ومية ولعبت معاهم لغاية ما فرهدوا وناموا. بس اعتقد زي ما بيقولوا ان الثالثة تابتة، لان الحمد لله اليوم اللي بعده كانوا كلهم في الجنينة. حبايبي هم مجرد أطفال بيدوروا على الأمان، وتنقلهم كتير مخليهم مش فاهمين حاجة، عشان كده كنت بنزل لهم كل يوم بأكل ومية واخد من وقتي وقت كتير علشان أقعد معاهم، عشان يعرفوا إن خلاص الجنينة دي هي الأمان. وفعلا عرفوا الحمد لله، لأن المنظر اللي قصادي ده هو ده بكل تفاصيله الهدف اللي خلاني ألف زي المجنونة لغاية الساعة 1 بالليل بدور على 6 جراوي صغيرين. هي دي النتيجة اللي كنت محتاجاها علشان أعرف أحط راسي على مخدتي وأنام. إحساسهم بالأمان هو اللي ريح لي ضميري. بس الحكاية مخلصتش لحد هنا، لأن في نفس الأسبوع لقيت زبونة جديدة وكأنها عارفة إنها لو جاتلي هتروح في مكان أمان. افتح يا عليم يا رزاق يا كريم. نفسي انزل مرة الشارع مرجعش بحاجة. انتي جاية منين يا بنتي؟ انتي جاية منين ومين جابك؟ تتوقعوا عملت ايه؟ أكيد الإجابة معروفة. حابين تعرفوا اللي حصل؟